الجبنة إلا وتذكر مدينة الدويم التي كانت وما زالت هي الرائدة في تصنيع هذه المادة الغذائية وتصديرها لكل أنحاء السودان. بدأت صناعة الجبنة بالدويم في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، حيث ظلت خلال تلك الفترة تصنع بصورة بدائية وكميات قليلة. كانت البداية داخل المنازل بحسب الرواة، والذين ذكروا أن رائد هذه الصناعة هو الخواجة مايسترو بنيوتي ابن الخواجة فيليب. في العام 56 قام الخواجة بنيوتي بشراء محل تجاري لا يزال قائما إلى الآن بسوق الدويم لاستخدامه في تصنيع الجبنة بصورة تجارية أكبر، فاستعان بأحد العمال المحليين ويدعى العم آدم أبو بكر، والذي يعتبر أول عامل سوداني يعمل في هذا المجال. اشتغلت مع الخواجة لحد 60. عبدي شغل هنا في محل، شفت المخزن ده الحتة دي بالذات ده ما عملنا في الدوام هنا. وفي بداية الستينات من القرن الماضي فكر الحاج عابدين سلمان قطان بالدخول في مجال تصنيع الجبنة، حيث كان والده الحاج سلمان قطان يعمل بالتجارة في المناطق الواقعة غرب مدينة الدويم. أبوي طرح الفكرة على جدنا ورفضها طبعا رفض باتا، على أساس أنها فكرة مكلفة وأنه أنت حتبني مباني وحتصرف قروش في خلا ما عندها مستقبل وكده. وهنا المهم أبوي الله يرحمه فكر في أنه بدأ الشغل واستعان بعمالة أصلا كانت مدربة على يد الخواجة اللي هو عمنا آدم، فجابوا وأقنعوا بأنه يبدأ له الشغل ده، وبدأ البداية. بعد ذاك العمل اتطور من قلاجة ل يعني بعض المناطق الثانية مصنيطة الحمراء ود البدي، والمهم المناطق اتعدت والشغل اتوسع. ولم يمض وقت طويل من المنافسة بين قطان والخواجة بنيوتي حتى فكر الأخير في مغادرة السودان، فقام ببيع محاله التجارية ومعامله ودكانه الرئيسي بسوق الدويم للحاج عابدين قطان وأخيه الحاج حسن سلمان قطان. يقول القائمون على أمر هذه الصناعة أنه وبقليل من التقنية والاستثمار المدروس فسوف تكون صناعة الجبنة من الصناعات الغذائية الرائدة عالميا في مدينة الدويم، لما تتمتع به المنطقة من موارد متوفرة وذات جودة عالية وخبرة امتدت لأكثر من 70 عاما توارثها الأجيال جيلا بعد جيل.